مرحبا بكم في القناه. اليوم جبت لكم هذه الوصفه الصحيه ديال الميني باغيت، كيصالح الساندويتشات والفطور، كيجي بنين وهشيش وبواحد المكونات اللي هي بسيطه. غادي ندوزو للطريقه ديال التحضير. اول حاجه كناخذوا دقيق الاحمر كامل، كنزيدوا عليه النخاله، جميع المقادير غتلقاوهم لتحت. من بعد غنزيدوا له الشوفان مرطب في الماء، هو اللي كيعطيه ديك الخفه وما كيتقلش على المعده. صافي غادي نجمعوا العجينه ديالنا كما كتشوفوا، ندلكوها مزيان، غتضيفوا لها الماء وتدلكوا مع الشوفان، كيكون قاصح شويه هو. صافي غدلكوه مزيان، ولكن بالنسبه اللي كيبغي خبز خفيف على المعده راه زوين بزاف. غتشركوا الشوفان مع دقيق الاحمر كامل، كيخليه خفيف وما كيخليهش ثقيل على المعده. صافي هنايا من بعد ما خمرنا العجين ديالنا غادي نطلقوه كما كتشوفوا، نقسموه كويرات صغار. نتوما ديروه على حسب، انا بغيت باكيط اللي هو صغير. هاد العجينه اللي درت عطاتني تقريبا شي 11 ديال الباكيطه. صافي غادي نقسموهم كويرات ونخليهم على جنب وندوزو نشكلوهم. غتشكلوهم كما كتشوفوا بحال هكا، باكيط صغير غديرهم في واحد اللاطه، غير التشكيل ديالهم راه ساهل. صافي من بعد غادي ندهنوه بالماء وغادي نديروا لهم الزرار. انا قبل ما يخمروا غادي نفتحهم. صافي بعد ما درنا الزرار غادي تجيبوا واحد الشفره وغادي تفتحوهم مزيان، غتخليهم يخمروا. بعد ما كيخمروا كندخلهم الفران اللي يكون سخون وغادي نخليهم يعطيبوا. فاش طابوا كيجيونا على هذا الشكل، كيجي واحد الباكيط اللي هو خفيف وزوين وهشيش وبنين. غنفتح معكم حدا وتشوفوا كيفاش كيجي يا سلام. ما تنساوش تشتركوا في القناه وتخليوا لي كومنتير زوين، ولا كيعجبكم هذه الوصفات تخليوا لي الاقتراحات ديالكم. بالصحه والراحه.